يا شيخ حرام عليكم، دمرتوا أم الكورة في المدينة، وجبتوا شلل لأبناء المدينة، للناس اللي عاشقين كرة القدم، وأبناء المدينة جميعهم عاشقين كرة القدم. حرام عليكم في اللي بتسووه في كرة المدينة، حرام عليكم في اللي بتسووه في نادي أحد ونادي الأنصار. يا أخي لما أجي أشوف نادي أحد، نادي عريق جدا في التأسيس، نادي أحد اقترب من 90 عام في التأسيس. لما تروح تشوف معظم مناطق المملكة تلاقي عندهم نادي يمثلهم في دوري المحترفين، تلاقي أندية محترمة، تلاقي أندية كويسة، تلاقي أندية جيدة، تلاقي أندية أحيانا حتى تنافس. لكن تجي عندنا في المدينة هنا ما تلاقي غير الهم. يا رجل جبتوا لنا اكتئاب، ما لكم في الكورة، اتركوها وامشوا. أما يجينا واحد يترأسنا نادي الأنصار ويهبط النادي إلى دوري الدرجة الثالثة، ترى مو باقي لك إلا مناطق وتصير زيك زي أي نادي في حارة ترى. ويجيني واحد تاني يستلم لي نادي أحد، ونادي أحد انتهينا، يعني مسألة هبوط ورسميا في أي وقت حتسمعوها، النادي هابط ما فيها مجال إلا إذا الدوري ده توقف واتلغى كل نتائجه، رايح على دوري الدرجة الثانية. تخيل نادي أحد في دوري الدرجة الثانية، نادي الأنصار في دوري الدرجة الثالثة. إيش بقيتوا لنا من كورة هنا في المدينة؟ إيش بقيتوا لنا من كورة في المدينة؟ جبتوا لنا الهم وجبتوا لنا القرف. يا رجل ما تعرف تشتغل لا تستلم نادي، ما أنت مجبور تجي تدور اسم وتدور كراسي وتدور تبغى تتمقعد على حساب النادي وعلى حساب الناس وعلى حساب المحبين وعلى حساب العالم هذه اللي بتشجع الأندية هذه من قبل حتى لا تجوا تترأسوا الأندية وتصيروا إداريين أو غيره أو رؤساء أو غيره. حرام اللي أنتوا قاعدين تسووه. تجي تستلم نادي ما تعرف، مو مشكلة. ترى بيريز ترى ما كان لاعب كورة فذ، ولا كان مدرب فذ، ولا كان مدير رياضي فذ. بيريز ترى رجل حق عقار، رجل أعمال، تاجر. بس لما يجي يمسك ريال مدريد، يستلم ريال مدريد وهو أنجح نادي في العالم وأنجح رئيس نادي مر في تاريخ كرة القدم، الناس اللي تحته كلهم ناس فاهمين في الكورة، كلهم فاهمين في الكورة. تيجي أنت كتاجر تمسك النادي، من حقك إنه اسمك يطلع وتنعرف وكذا، هذا حقك لأنك بتدفع مال. لكن جيب ناس تعرف تشتغل، مو تجيب لي عيال عمك اللي ما لهم في الكورة عشان يديروا النادي. اللي قاعدين تسووه ترى حرام فينا. كل مناطق المملكة تحصل فيه نادي يمثلهم، نادي يرفع الراس، نادي يفتخروا فيه، نادي ينبسطوا فيه. حتى لو هبط يرجع يقعد له 7-8 سنين في دوري المحترفين، يقاتل ينافس يسوي. لكن انتم حتى مسألة ان نيجي النادي اننا ندعم او نسوي بطلناها. نيجي نحضر مباراة بطلناها. ليش احضر؟ حتى لو كانت التذاكر تجيني لحد باب البيت، لو بلاش ما احضر، لو بتعطوني فلوس ما احضر، من الاكتئاب هذا اللي صار فينا احنا في المدينة. ولا نادي يمثل المدينة، ولا نادي أحد في التأسيس أقدم من الهلال وأقدم من الأنصار، اقترب عمره من 90 88 89 سنة، يصير فيه هذا الوضع، يوصل لهذا الوضع. أحد السلة ممكن النادي يهبط، سلة الأخير مدري قبل الأخير. أنتوا إيش قاعدين تسووا؟ أنتوا إيش قاعدين تسووا؟ إيش بتشتغلوا في السنوات اللي راحت؟ الأنصار فترة في دوري الدرجة الثانية راح ثالثة، أحد دوري الدرجة الأولى رايح ثانية. إيش قاعدين تسووا في السنوات اللي راحت؟ ليش ما حد يتكلم، ما حد يحاسب؟ ليش شاركينهم؟ أنا ماني فاهم يا أخي. جبتوا لنا المرض، اقسم بالله انا بعيد عن كرة المدينة سنوات طويلة، الان جيت شفت حال الأندية هذه جاني الهم. يا رجل شيل ودي.